آه، اللوحة التي بعدها تتحدث، وسنعرضها بعد قليل، تتحدث عن أفعال ظاهرها أنها خالفت القاعدة الأصلية. قلت منذ قليل أيها الإخوة، وسيأتي معنا هذا مفصلا عند قول الناظم: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم متى؟ إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح. يعني إن كانت همزة الوصل في الأفعال مضموم، إن كان الثالث من الفعل مضموم نضم الهمزة، إن كان الثالث من الفعل مكسور أو مفتوح مثل اذهب، اذهب الهاء مفتوحة نبدأ بالهمزة مكسورة. مثلا امشي، لو أردنا نبدأ بامشي نكسر الهمزة. لماذا؟ لأن الشين مكسورة. ايتي بقرآن غير هذا نبدأ بها مكسورة لأن التاء مكسورة، ايتي، فنبدأ بهمزة مكسورة. هناك بعض الأفعال في القرآن وعددها 4 الحرف الثالث نراه بأعيننا مضموما، نراه بأعيننا مضموما، لكننا نبدأ بهذه الأفعال بكسر همزة الوصل. لما؟ لأن هذه الضمة التي نراها ليست أصلية، ليست أصلية. من جملة ذلك قوله تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. في الوصل ما في إشكال، أن امشوا واصبروا، لكن لو وقفنا على أن وأردنا أن نبدأ بالفعل الذي بعدها بدء اختباري لا يتعمد، دائما أؤكد على هذا الأمر. وانطلق الملأ منهم أن، هل نقول عند البدء بما بعدها امشوا لأن الشين مضمومة؟ الجواب لا، نقول امشوا. لما؟ لأن هذه الضمة التي نراها على الشين ليست أصلية، هي ضمة عارضة بسبب مجانسة واو الجماعة بعدها، وأصل الفعل في المفرد امشي. لو أردنا أن نأمر من المشي لمفرد فنقول امشي ولا نقول امشوا، نقول امشي، مشى يمشي وأنت امشي. فامشي وضعنا لها واو الجماعة فضمت الشين لمجانسة الواو بعدها. لم تقل العرب امشوا، امشوا هذا لا يصح، فيقولون امشوا بضم الشين لمجانسة الواو بعدها. إذن هذه الضمة ضمة عارضة، والأصل في الشين أنها مكسورة، لذلك نبدأ بها مكسورة الهمزة فنقول امشوا. نرى ذلك على اللوحة ونرى الأمثلة الأخرى التي بعده. أمثلة على البدء الاختباري. المثال الأول الذي نراه قوله تعالى أن امشوا، هذا في الوصل. أما لو أردنا أن نبدأ بها فإننا نبدأ بها امشوا بهمزة مكسورة، ولا تغرنا الضمة التي على الشين، لأننا نرى في السطر الأخير من هذه اللوحة قد كتب يبدأ بهذه الأفعال بهمزة وصل مكسورة. لما؟ لأن الحرف الثالث منها مضموم ضما عارضا، ضما ليس ضما أصليا، وهذا الضم العارض سببه مجانسة الواو، وسيأتي معنا هذا بإذن الله في باب همز الوصل. انظروا إلى السطر الثاني من هذه اللوحة، قوله تعالى في سورة يونس ثم قضوا إلي، ثم قضوا. لو وقفنا على ثم وقف اختباري ثم، وأردنا أن نبدأ بالفعل بعدها بدء اختباري، كيف نبدأ؟ هل نبدأ أقضوا بهمزة مضمومة لأن الثالث مضموم؟ الجواب لا، نبدأ اقضوا لأن الماضي قضى والمضارع يقضي وأمر المفرد اقضي. نقول في الأمر اقضي يا فلان،
اقضي يا فلان. ثم لما جاءت واو الجماعة على اقضي وهو فعل أمر ضمت الضاد لمجانسة الواو. الكلام ذاته يقال في المثال الثالث الذي نراه أمامنا على اللوحة، قوله تعالى في سورة الكهف: فقالوا بنوا عليهم بنيانا. لو وقفنا على فقالوا وقف اختباري وأردنا أن نبدأ بما بعدها بدء اختباري، نقول ابنوا ولا نقول أبنوا. لما؟ لأن الأمر من المفرد بنى يبني وأنت يا فلان ابني. نقول ابني يا فلان دارا مثلا، ثم ضمت النون من ابني لمجانسة واو الجماعة بعدها. المثال الرابع والأخير الذي نراه على اللوحة قوله تعالى في سورة الأحقاف: أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. في السماوات ائتوني بكتاب. لو وقفنا على في السماوات وفي السماوات هناك وقف عليها صلة، يعني يجوز الوقف والوصل. لو وقفنا في أم لهم شرك في السماوات، هل نبدأ أوتوني لأن الثالث مضموم؟ لا، نبدأ بها إيتوني. لما؟ لأن الأمر منه إيتي يا فلان، أتى يأتي وأنت إيتي يا فلان، لكن ضمت التاء لمجانسة واو الجماعة فصارت إيتوني بكتاب. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الأفعال الأربعة التي في القرآن العظيم، والتي ظاهرها أن ثالث الفعل مضموم وحقيقته الكسر، وإنما ضم الثالث لمجانسة واو الجماعة، فيبدأ بها بهمزة وصل مكسورة.